السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تابعنا بفضل الله تبارك وتعالى القوات المشتركة وهي تلقي القبض على مرتزقة من دولة كولومبيا أمريكا الجنوبية. جاءوا ليحاربوا مع المرتزقة الشعب السوداني المسلم أهلنا في الفاشر وفي مناطق أخرى. طبعا بلا شك هذا جهاد، لكن أنا رسالتي دي دار أوصلها لأتباع الجنجويد العميل مزمل عبد الفقير. انتوا قلتوا دي فتنة بين جنرالين. طيب هسه ده الحاصل انه دول البغي والاستكبار، دول كافرة جات تحارب المسلمين في السودان. نستمع زي ما انتوا قاعدين تقولوا، الناس يسمعوا للعلوم الكبار. مزمل بيقول لكم يا اخي اسمعوا للعلوم الكبار، وانتوا كلكم بتقولوا اسمعوا للعلوم الكبار. واحد من العلماء الكبار الشيخ الفوزان حفظه الله نستمع الآن إلى فتوى عندما سئل متى يكون الجهاد. نستمع للفتوى ثم نعلق عليها إن شاء الله. الجهاد إذا اعتدى الكفار على المسلمين في بلادهم فإنهم يجاهدون جهاد دفع، هذا يسمى جهاد الدفع. وجهاد الطلب هذا إذا كان في المسلمين قوة وعندهم عدة للجهاد وأمر به ولي الأمر. لا بد أن تتوفر هذه الأمور، أن يكون هناك ولي أمر عام يأمر بالجهاد، وأن يكون في المسلمين قوة وعندهم عدة لقتال العدو. فإذا كان كذلك فإنه تجب طاعة ولي الأمر ويقاتل مع ولي الأمر. كلام الشيخ واضح، قال لكم في حالة الكفار دخلوا بلاد المسلمين، ده اسمه جهاد الدفع. يعني نحن دايرينك انت يا مزمل او الاتباع العقلاء التابعين لمزمل بنص فتوى الشيخ الفوزان، يقولوا يا اخي والله فعلا ده جهاد دفع، يقفوا مع القوات المسلح. لانه الان الفتوى واضحه، مع انه من الاول نحن في جهاد الطلب. وكلام الشيخ الفوزان في المسألة دي واضح، إنه إذا في عدو والمسلمين عندهم العدة والعتاد وولي الأمر المسلم أمر بالجهاد، الواجب على الناس أن يقاتلوا مع ولي الأمر. نحن ولي الأمر عبد الفتاح البرهان، وطلب من الناس كلهم يحملوا السلاح ويقاتلوا مع القوات المسلحة، يقاتلوا الجنجويد. والشعب السوداني تعرض للقتل والتشريد والسلب والنهب من الجنجويد وانتوا ساكتين. الآن دخلوا كفار يا مزمل ويا اتباع مزمل، دخلوا كفار من أمريكا الجنوبية، والصور بتاعتهم موجودة ومقاطع الفيديو موجودة. ناس من كولومبيا، وقبلهم كان في دفعة وكان في شرق الفاشر، ورجعوا وجات مجموعة جديدة دخلت عن طريق ليبيا. من كولومبيا دخلوا الأمارات بتأشيرة أماراتية، ومنها دخلوا ليبيا بتأشيرة وجوا عن طريق البر. ده رأيكم في شنو يا مزمل؟ ناس كفار عديل ما مسلمين يقتلوا في المسلمين. حتتكلم ولا برضه حتلزم الصمت زي ما انت ساكت؟ اي زول تابع لمزمل خليك عاقل، حكم صوت العقل، ما تسمع لمزمل، اسمع للعلماء الكبار اللي بيقول لكم مزمل. ده الشيخ الفوزان قال لكم تجاهدوا، وده جهاد الدفع لأنه ده الكفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.